بارتريكوم برنامج يقف على مختلف إبداعات وأحلام الميليين في كافة ربوع الولاية. بارتريكوم من إعداد وتقديم الحسن بالخير. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج بارتريكوم، العدد 20 نظن إذا ما خانتنيش الذاكرة. مرحبا بكم إلى هذا العدد، ونذكر السادة المستمعين بإمكانية التواصل مع هذا البرنامج من خلال البريد العادي إذاعة ميلان الجهوية شارع القدس رقم 14، أو من خلال البريد الإلكتروني portrecom@yahoo.fr. ضيفنا اليوم من مواليد بير الشهداء بولاية أم البواقي، مقيم بشلغم العيد. من مواليد 1958، تقني سامي في البناء، لكنه معروف بجنوب ولاية ميلا وبالشرق الجزائري كشاعر متمكن. إضافة إلى ملكة الشعر وكونه تقني سامي في البناء، فضيفنا يحوز شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، شهادة ليسانس في الأدب واللغة العربية سنة 2004، متزوج وأب ل6 أطفال، له أعمال شعرية كثيرة بما يمكن أن يشكل كما يقول 10 دواوين شعرية، لكنه لا يملك ديوان لحد الآن، وهو موجود أكثر على الشبكة العنكبوتية الانترنت. بدأ كتابة الشعر سنة 1972، ومنذ ذلك الحين بدأ مرحلة ومشوار كبير مع الشعر الفصيح، وأيضا مع الشعر الشعبي، الشعر الملحون. الملفت في مشوار ضيفنا العزيز اليوم هو أنه إلى جانب الشعر فهو لديه يد يعني جميلة فيما يخص الكهرباء المنزلية، له اختصاص في الكهرباء المنزلية وأيضا في إصلاح برامج الكمبيوتر من الإكسل إلى الوورد إلى غير ذلك. ضيفنا اليوم هو الشاعر ربيع سعداوي من شلغم العيد. مرحبا بك سي ربيع. بكم. أهلا. هذا التقديم كيف تراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أشكر إذاعة ميلا على استضافتها لي، ولست بأحسن من أحد من أبناء هذه الأمة العظيمة. نعم. طبعا التقديم هذه نبذة مختصرة، ما كانش حاجة يعني ربما هناك تصحيح بسيط فقط. نعم. أنا لا أدعي أن أملك القدرة على إصلاح البرامج، ولكن تشغيلها أو العمل بها. تشغيلها من وورد إلى لوتوكاد إلى إكسل إلى نعم يعني نعم، هذا الذي أقصد أنا. ولذلك فأنت لحد الآن تفضل شبكة الإنترنت في نشر طبعا أعمالك على الدواوين التقليدية الكتاب. طبعا هي كاين شاعر من شعراء العرب يقول: نعم، ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يقل للناس ما اعتقد. هذه أول حاجة. نعم. إذا كان أنا عندي أفكار ولا أقدم وش قيمتي أنا، ما هي قيمتي؟ ثم لا ننسى أن الرسالة الربانية ممثلة في كلمة القرآن، فهي كلمة يعني. نعم. أعظم معجزة هي الكلمة رسالة، أمانة ومسؤولية. نعم. هكذا أتعامل مع الشعر ومع الكلمة، أرجو أن أكون موفقا في ذلك. هذا اللقاء بين صفتك المهنية حاليا كتقني في البناء
نعم. وبين الشعر، يعني كيف ترى هذه العلاقة يعني بين مجالين قد يقول القائل بأنهم يعني لا يلتقيان، هنا مجال بناء وتعمير وعمارات ومخططات، وهنا شعر وكلمات. صحيح، هذه الوجهة المعروف، يعني لو نقول بما يشبه عملية إحصائية نعم لأصحاب المواهب الفنية، وأقول الفنية بدون استثناء، نعم، نجد أن أغلبهم تخصص علمي وليس تخصص مثلا في مجال الشعري، وليس تخصص أدبي. على سبيل المثال نزار قباني، أحمد شوقي، هم في الأصل خريج مدارس حقوق وليس جامعات. نعم، هذا كظاهرة، وهذا ليس حقوق قريبة من الأدب، ولكن ليس يعني مثلا نعطيك مثال عن هناك شعراء أطباء وعندنا هنا في الجزائر. نعم، لا يحضرني اسم طبيب ديجا عندنا في الجزائر، ربما يكون لأن الموضوع موضوع بناء، هنا بناء عمراني وبناء عمارات، وهنا بناء ورص كلمات. هي الإشكالية في هذا المعنى. نعم، يعني صبيحة اليوم أنهيت قصيدة تتضمن إجابة عن مثل هذا السؤال وبعض الأجوبة. تفضل. ولد زكريا الشاعر الثوري يقول: رسالة الشعر في الدنيا مقدسة. شاعر الثورة الجزائري العظيم ولد زكريا. إذا من هنا، من إذاعة ميلا الجهوية على أمواج الأثير إلى أبو ظبي، حيث برنامج أمير الشعراء، وحيث الجزائر ممثلة بشعراء القصيدة هذه في شاعر جزائري الزبير دردوخ. نعم. أهلا. أيضا الجزائر ممثلة في هذه التظاهرة بالدكتور عبد المالك مرتضى دكتورنا، وهذا شرف عضو لجنة التحكيم. نعم، أحد القامات البارزة بالجزائر. المستمع الكريم في هذه القصيدة. تفضل. حيتك عني حروف الشعر أجمعها، لقد عجبت بشعر صغت يلتهب، عندي إليك حديث لست أكتمه، ويشهد الله خيرا عندي السبب، ويشهد الله خيرا عندي السبب. الشعر ليس حمامات نطيرها، ليس اقتباسا فقط، اللفظ يحتسب. الشعر همس ولمس في مهمته وفي المعاني التي تعلو بها الرتب. الشعر تعرف أوزان وتقفية، بل هو رسم بماء دونه الذهب. في يوسف العروة الوثقى مباركة، دع الحرام ودع أهله منتخب. لو أنسفوا الشعر ما خانوا الأولى رحما، أجهر بصوتك ولتفخر بنا العرب. هم يكتبون لأن المال فرحهم، ونحن نكتب عن صدق فهل كتبوا. يا ابن الجزائر يا دردخ معذرة عي اللسان وقد أعياني التعب. لا تنسى بلغ سلامي كل من حضروا، ومن تغيب فانتم عندي النخب. شوقي إليكم كبير لا حدود له، هذه سفينة ترسم السعى العطب. بيني وبينكم الأمواج حائلة، حتى الأثير عن التلفاز محتجب. من حكمة الله أبقى من ورائكم، عنكم أدافع كم كالوا وكم نصبوا. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، أنا البعيد القريب أمرنا عجب. ميلاظ تشهد أني جئتها كلفا، أنا المتيم مهما بعضهم كذبوا. إذن بعد هذه الأبيات الجميلة من شاعرنا سي ربيع السعداوي الذي نرحب به في هذه الحصة كثيرا، نعود لنسألك سي ربيع، كيف كانت بداياتك الأدبية والشعرية؟ قلت أنها بدأت سنة 1972 في مدينة شلغوم العيد. طبعا هو في للإجابة عن مثل السؤال يعني من الصعب جدا أن تحدد توقيت معين